عباية للمحجبات، موديل رائع جدا ومطلوب بكثرة. غادي نشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا طريقة تفصيل وخياطة العباية للمحجبات بواحد الشكل اللي هو مبسط وسهل. ندوزو نبداو معكم الفيديو. سيدنا السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نبداو معكم الخطوات ديال الفصاله. اول حاجه غادي نعبروا هذا التويب ديالنا شحال عندنا فيه، وغادي نقول لكم شحال خصنا ديال التوب. بالنسبه لهذا التوب هذا كريب عادي، كريب روزا عندنا. بالنسبه لينا هنايا غادي نعبروا متر و50 سنتيم، وغادي نزيدوا عليها متر و50 اخرى هي 3 متر. دابا عندنا 3 متر ونص، عندنا 3 متر ونص. بالنسبه لهذا الموديل هذا من الافضل انها تكون عندنا فيه 3 متر ونص باش يخرج لينا مزيان. اما بالنسبه للعرض ديال الثوب او المنكب ديال الثوب عندنا فيه 50 سنتيم او لا متر 55 سنتيم كيف كتشوفوا، يعني كاين واحد شويه ديال العرض على متر 50. كنشدوا الثوب ديالنا بهذه الطريقه هذه. الطول ديالو هذه الحاشيه هي هذه ديال الثوب، كنحاولوا اننا كندوبلوا الثوب بهذه الطريقه هذه على جوج، كندوبلوا الثوب كامل على جوج بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الطريقه اللي بغيت ندير معكم انا، يعني باش ما نضيعوش الثوب، كيبقى باين لينا داكشي اللي بان. من بعد ما شديت الثوب بهاد الطريقه هذه، كنحاول هاد الجهه هذه اللي مفتوحه كنديرها في الجهه ديال الجلال، الجهه ديال التحت، وهاد الجهه هذه اللي مسدوده كنحاول انني كنديرها في الجهه ديال الكتاف. كنشد الثوب بهاد الطريقه هذه، يعني كندوبلو على جوج، كندوبل الثوب بهاد الطريقه هذه على جوج، وكنشدو بهاد الشكل هذا. كنحاول انني كندوبلو على 4. من بعد ما كنقاد الثوب ديالي بهاد الطريقه هذه، كنتنيه على 4 بهاد الشكل هذا. كنطوي الثوب ديالنا بهذه الطريقه كيف شفتوا على 4، يعني كنطويو تقريبا هنايا هذا الطريف هذا اللي عندنا هنا طوينا شي 64 سنتيم اللي طوينا فوق البياسه ديالنا، يعني طويناها بحال هنا على 4. عندنا جوج طروفه هنايا مسدودين، وعندنا جوج طروفه هنايا مسدودين. هنا علاش خليت الطروفه بهذه الطريقه هذه؟ لانني الا قطعت داك الطرف ديال الكمام بوحدو نقدر يشط لي الثوب ناقص ولا شي حاجه ديال العبايه اللي بغيت، اولا مثلا يشط لي الثوب ديال الكمام ناقص. لهذا حاولت انني نخلي الثوب بهذه الطريقه هذه باش نفصل بخاطري. هذه الطريقه هذه يمكن لك انك تسرح الثوب في الارض، ولا مثلا لك عندك شي كونطوار كبير ولا شي حاجه كتسرحوا بهذه الطريقه هذه وتقادوا. هنا كنجي لهذه الجهه هذه اللي مفتوحه كيف قلت لكم، وكنطراسي الطول اللي بغيت، كنطراسي على حد الطول، وكنعبر داك الطول اللي بغيت كامل. بالنسبه لي انا عندي هنايا متر 35، غادي نعبر هي هذه متر 35، وغادي نحاول نزيد عليها واحد 6 سنتيم، يعني 6 سنتيم، لانها كتمشي ليا 2 سنتيم في التكفيفه و2 سنتيم كتمشي ليا هاد القطعه اللي غادي نديرو على الصدر. تقريبا 2 سنتيم كتمشي في الفوق ديال الكتاف، عند الكتاف. كنجيب المسطره ديالي بهاد الطريقه هذه، كنسطر واحد الخط يكون قاد هنايا. كنشوف دابا شحال شاط ليا هنا. شاط ليا دابا 32، شاط ليا 33 عفوا، 33 سنتيم. 33 سنتيم يعني بحال 66 سنتيم، وانا عندي 56 سنتيم، يعني قاداني مثلا الكمام. الكمام كافياني، هذا الشيء اللي شاط لي هنا كافيني الكمام. دابا كنبدا كنطبق القياسات ديالي، كنحط هنايا 8 او 7 سنتيم، يعني على حسب البنت اللي كانت كتلبس ولا ما كتلبسش. كنزل من هنايا بجوج سنتيم، كنعبر الكتاف داكشي اللي عندي فيهم. بالنسبه لي انا عندي هنايا 42، غادي نحط هنايا 21. 42 كنقسمو على جوج كتعطيني 21، كنحط 21 زائد سنتيم ديال الخياطه بهذا الشكل هذا. كنزل تقريبا من هنايا ب 3 سنتيم، كنزل 3 سنتيم كنطيح بها الكتاف. كنجي وكنعبر هذه الماده اللي عندي هنا او هذه المسافه اللي عندي هنا، كنزل بها بهذه الطريقه هذه. كنطراسي واحد الخط بهذا الشكل هذا، وكنطراسي واحد الخط بهذا الشكل هذا. هنايا كنحاول نعبر الدوره ديال ربع الصدر. عندي 30، غادي نعبر هنايا 30 سنتيم، وغادي نزيد عليها تقريبا واحد 2 سنتيم بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ننزل وغادي ندير ديك القطعه اللي كتكون عندي عند الحزام. بالنسبه لهاد القطعه عندي عند الحزام، كنحاول انني كننزل تقريبا من هنا ب 40 سنتيم، كننزل ب 40 سنتيم، وكنطراسيها واحد الخط يكون مقاد بهذا الشكل هذا. بعد ما طراسيت دابا هاد الخط يكون مقاد بهذا الشكل هذا، دابا كنطراسي الدوره ديال التركيز. كنجيب دابا هاد المسطره هذه وكنطراسي الدوره ديال التركيز بهذا الشكل هذا. من بعد ما طراسيت الدوره ديال التركيز، غادي نعبر من هاد البليصه هذه. بالنسبه لي انا عندي هنا كيف قلت لكم 32، وكنزيد عليها شي حاجه ديال الخياطه. كنجي لهنا وكنقص واحد شويه، يعني كنقص شي حاجه من هنايا، كنقص تقريبا واحد سنتيم ولا جوج من هاد البليصه هذه عند الحزام بهاد الطريقه هذه. من بعد كنحاول انني كنطلع من هاد الجوانب هادو بواحد 2 سنتيم. من هنايا كنطلع بجوج سنتيم، كنطراسيها بهاد الطريقه هذه. من بعد ما طراسيت هاد القياسات ديالي كاملين، كنحاول انني هاد الشيء اللي عندي هنايا، هاد الماده اللي عندي هنا او هاد التويب اللي عندي هنا او داك اللي كندير داك اللي فوق عندي في الصدر، كنحاول نزيد هنايا واحد 26 سنتيم او 28. وهاد المسافه هذه كتبقى على حسب الثوب. الا عندك الثوب كثير وبغيتي داك يعني ديك الفضفاضه تكون كثيره، ممكن انك تزيد حتى 30 سنتيم، 28، 26، ماشي مشكل. كان عندك الثوب صغير ممكن تكتفي غير ب 20 سنتيم او لا اقل. بالنسبه لي انا غندير هنايا تقريبا واحد 28 سنتيم، لان مولاتها باغيه فيها العرض شويه. درت تقريبا 28 سنتيم.
يعني هاد الطراساج اللي طراسيت هنا كنحاول نطراسي خط مقاد لتحت، نخلي دابا هاد الارض كامل بالنسبه للجنان بهاد الطريقه هادي. بالنسبه لينا هنايا هادي هي يعني تقريبا مبدئيا هذا هو الطراساج ديال العبايه ديالنا. دابا غادي نقطعوا التويب ديالنا. من بعد ما قطعت التويب ديالي بهذه الطريقه هذه كنحاول انني كندور نطلع بهذا الجوانب بهذا الشكل هذا. وهنا كنحيد دابا هذا الطريف هذا، كنحيد هذا، كنحاول نجي لهنايا وكنزل بواحد 9 سنتي وكنطراسي الدوره ديال العنق بهذا الشكل هذا تكون دائريه. بغيتو ديروها على شكل في ماشي مشكل، كيبقى لكم الاختيار. بالطريقه هذه كنقطع الدوره ديال العنق. كتشوفوا نحاول انني نقص واحد السنتيم من هنايا مع الكتاف اولا نص سنتيم بهذا الشكل هذا، وندخل من هنايا كذلك مثل واحد نص سنتيم تقريبا، نص سنتيم اولا سنتيم. المهم الطريفات هادو حيدناهم. كنجيبو دابا هاد التوب ديالنا هذا، كنجيبو هاد التوب ديالنا بهاد الطريقه هذه، كنحاولوا اننا كنسطروا على الجلال ديالنا بهاد الطريقه هذه، كنسطروا عليه بشكل مقاد، وكنجيو للجوانب هنايا وكنطلعوا ب 4 سنتيم من هنا، نطلعوا ب 4 سنتيم يعني، وكنقطعوا التوب ديالنا بهاد الشكل هذا بشكل دائري، ما تبقاش طايحه لينا من الجوانب بهاد الطريقه هذه. دابا كنحيد هاد الطريف هذا، نحاول انني نطراسي داك الوجه ديال التوب اولا نطراسي داك الداخل ديال التوب اللي باغي نخدم عليه، باش نخدم بطريقه بلا ما نحتاج انني نبقى كل مره كنشوف في الوجه. نطراسي دابا هذا، نحاول انني نطراسي هذا حتى هو. حيد دابا الطريفات هادو. الطريف اللي شاط ليا هنا كنفصل منه الكميمات ديالي بهذه الطريقه اللي غتشوفوا معنا دابا. كي قلت لكم هذا هو الطريف اللي شيطته من هنا مقاد بهذه الطريقه هذه. دابا هنا يمكن لي انني نفصل الكمام باي طريقه بغيت، ماشي مشكل. المهم غنحاول انني نفصلهم بهذه الطريقه هذه. كنطوي دابا الثوب ديالي بهذا الشكل هذا، لان الثوب عندي فيه شويه ديال عندي الثوب زايد. كنطوي التويب ديالي بهذه الطريقه هذه، يعني كيف كتشوفوا راه كنجي دابا لواحد الجهه اللي عريضه وكنطوي الثوب ديالي بهذه الطريقه هذه. كنتمنى الامور تكون واضحه. من بعد ما كنطوي التويب ديالي بهذه الطريقه هذه كنجي لهاد البليصه هذه، كنشوف دابا الثوب فين واصل هنا، وكنطراسي واحد الخطيط يكون مقاد بهذه الطريقه هذه. كنطراسي واحد الخطيط يكون مقاد بهذا الشكل هذا. نحيد دابا الطريف هذا باش نقاد به الثوب. من بعد ما غادي نحيد دابا الطريف هذا بهذا الشكل هذا، غادي نشوف داك العبار اللي عندي في الكميمات وغادي نحيد منه تقريبا، غادي نشوف داك الطول اللي عندي ديال الكميمات وغادي نحيد منه 30 سنتيم. مثلا انا عندي 56، عندي 56 سنتيم. هاد 56 سنتيم بنحيد منها 30 بتبقى عندي 26 سنتيم. هذيك 26 سنتيم هي اللي بنفصل هنايا، ندير 26 سنتيم هنايا، ندير 26 سنتيم، كنزيد عليها 2 سنتيم ديال الخياطه في الكم. هادشي اللي كندير في الكم. وغادي نقطع الكم ديالي بهذا الشكل هذا. من بعد ما قطعت الكميم ديالي بهذه الطريقه هذه كنعبر التركيز داكشي اللي عندي فيه هنا، هو اللي كنحط هنايا. عندي 29 كنحطها هنايا. كنجي لهاد البليصه ديال راس الكم هنا، كنحط فيها داك العبار اللي عندي على حساب داكشي اللي عندكم نتوما. هذا تيكون بالنسبه للدوره ديال الدراع، هذا كيجي في الدوره ديال الدراع ماشي في راس الكم. من بعد ما قطعت الكميم ديالي بهذه الطريقه هذه كيف شفتوا، كنحاول انني كنجيب هاد الكميم ديالي هنا وكنخلي هاد التويب هذا كنجيبو بهذه الطريقه هذه. دابا هنا غادي نحاول انني نقطع دوك التويبات اللي بنحتاج. كيف كتشوفوا دابا قطعت انا التويب هنايا باش نقاد ليه داك الذروه ديالو او داك النيشان ديالو هنايا. قطعته بهذه الطريقه هذه باش يكون عندي التويب منقاد. نحاول انني نقاد دابا التوب ديالي بهذه الطريقه هذه. من بعد ما كنقاد دابا التوب ديالي بالطريقه هذه كنبدا كنسطر هنايا هاد البليصه هذه، كنسطر على التوب ديالي بهذا الشكل هذا، ونقطع واحد الباندا فيها 15 سنتيم هنايا، فيها 15 سنتيم زائد 2 سنتيم ديال الخياطه بهذه الطريقه هذه. نعاود نقطع واحد الباندا اخرى فيها 15 سنتيم زائد 2 سنتيم ديال الخياطه بهذه الطريقه هذه. من الامور تكون واضحه بهذا الشكل هذا.
نقطع دابا هاد البويندات هادو جوج باندات طوالين لاننا باغي نديرو فيهم واحد لي فرونس او كشكاشه في الكميمات ديالنا. لهذا خاصنا نقطعوهم يكونوا طوالين شويه. من بعد غادي نحاول انني نجي ثاني لهاد البليصه هادي وغادي نقطع واحد الباندا، يعني بنديرها واحد في داك في الكول، يعني بنديرها في الكول بحال الكارنيتور. يعني الكول ما بديش ندير ليه كارنيتور، بندير واحد الباندا واحد السير بحال ما هذا طويل. الطريقه هذه كنقطع فيه 3 سنتيم. هذا الشكل هذا طويل، يعني ندوروا على الدوره ديال العنق. هذا كافيني في الدوره ديال العنق. دابا غادي نحيد هاد الطروفه هادو كاملين ونقاد معكم هاد الطريفات هادو اللي هنايا. نحاول انني نجي لواحد الجهه ديال التويب هذا، كنطويه بهذا الشكل هذا، كنطويه بهذه الطريقه هذه هنايا. نحاول انني نقادو من هنا. كنجيب دابا ثاني هاد الباندا الاخرى اللي شاط ليا هنا، كنحطها بهذا الشكل هذا، كنحاول انني نقادها من هنا. بالنسبه لهاد الباندا هذه غنحتاجو اننا نديرو وحده اخرى فوق منها، لان الكمام عندنا هنايا عندنا كمام. هذه جاتنا مزيانه فيها جوج باندات، وحده بغينا في اليمين وحده في اليسار. هذه عندنا فيها باندا وحده، يعني غنزيدو وحده بحال هذه. غنشوف دابا الطول ديالكم شحال عندي فيه من قاديت الباندات هنايا. كيف قلت لكم عندي 56، زدنا هنا واحد 6 سنتيم، هي اللي كتمشي لنا تقريبا 2 سنتيم هنا و2 سنتيم هنا وهنا سنتيم وهنا سنتيم، هي 6 سنتيم اللي كتمشي لنا في الخياطه. يعني الامور راه واضحه. كيف قلت لكم راه عندنا هنايا عندنا 56 وعندنا هنايا 62، زدنا 6 سنتيم. هاد 6 سنتيم كيمشي سنتيم من هنا وسنتيم كيمشي من هنا، 2 سنتيم من هنا و2 سنتيم من هنا، هي 6 سنتيم. كنتمنى الامور تكون واضحه وكنوصل لكم المعلومه بشكل جيد. هاد البليات هادو كيجيونا بهاد الطريقه هادي، كيجينا داك الفرونس هنا بهاد الشكل هذا، وهذا حتى هو كذلك مثال كتجينا فيه ديك الكشكاشه هنايا. كنتمنى الامور تكون واضحه. ندوزو معكم ان شاء الله الطريقه ديال الخياطه. كنتمنى الفيديو يكون يعجبكم. ندوزو معكم دابا الطريقه ديال الخياطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.